الله الرحمن الرحيم. متابعي ومشاهدي المصرية من كل مكان، اهلا بكم في فيديو جديد بخصوص النضج الجنسي بالنسبة للغنم والمعيز وافضل وقت للتلقيح. يعني باختصار امتى يكون الكبش او الخروف جاهز للتلقيح، وامتى تكون النعجة جاهزة للتلقيح او العشر او الحمل. اولا هنتكلم بالنسبة للخروف. لو انت عندك نعجة ولدت خروف صغير، اول ما الخروف ينزل من بطن امه الخصيتين بيكونوا موجودين وظاهرين، ودي اول علامات الجهاز التناسلي مباشرة. والجهاز التناسلي او العضو التناسلي بيتطور من 100 ل 150 يوم بالنسبة للخروف. لو الخروف تم 3 شهور، من 3 شهور ل5 شهور بيكون اكتمل نمو الجهاز التناسلي بتاع الحولي او بتاع الخروف اللي موجود عندك. وطبعا بيقف على النضج المبكر او المتأخر، وبرضك بيرجع للتغذية الكويسة والرعاية الكويسة اثناء فترة الحمل بالنسبة للام. وبيبدأ تكوين الحيوان او السائل المنوي بالنسبة للخروف في خلال 90 يوم. يعني في خلال 3 شهور بتبدأ الحيوانات المنوية تتكون في الجسم، وتقريبا بيظهر الحيوانات او السائل المنوي الحي عندما يصل الكبش لعمر 150 يوم. الحيوانات المنوية او السائل المنوي بيبدأ يتكون في الجسم في خلال 90 يوم، يعني 3 شهور. وبعد كده بتبدأ الحيوانات المنوية الحية تظهر ظهور كامل في خلال 150 يوم لما يتم 5 شهور او 6 شهور، ويبدأ النضج الجنسي يبان للحولي. وبعد كده بيرجع لنوع السلالة اللي عندك. يعني في سلالة بتبقى حامية، وفي سلالة بتبقى باردة، وفي سلالة بتبقى على قدها. الكلام ده طبعا بالنسبة للخرفان او الذكور بتاعة الغنم. تمام؟ يعني الجهاز التناسلي بالنسبة للخروف بيكون اكتمال كامل البناء بتاعه العضو التناسلي من 3 شهور ل5 شهور بيكون اكتمل النمو بتاعه. والسائل او الحيوان المنوي بيتكون في خلال 90 يوم. هنيجي للنتاية. النتاية النضج الجنسي بتاعها او بتكون جاهزة للعشر او للتلقيح من 8 شهور ل10 شهور. ويفضل بعد 10 شهور تدخلها للتلقيح. للكبش عشان تبقى حريص على الكفاءة بتاعتها في الانتاج، عشان نحافظ على الكفاءة الانتاجية بتاعتها في الانتاج بالنسبة للمواليد في المستقبل. لان انت كل لما تدخل النعجة او النتاية شبعانة او بعد عمر 10 شهور بتكون داخلة عافية من حيث الجسم والمناعة والحيوية والنشاط، وبتكون بتغذية كويس. بتقعد معاك فترة طويلة تنتج لك مواليد وتكون بصحة جيدة، وبتجيب مواليد بصحة جيدة. يعني النضج الجنسي بالنسبة للنتاية من 8 شهور ل10 شهور. يعني في نتاية ممكن تعشر على 8 شهور و9 شهور، بس احنا بنقول لك افضل وقت ليها تتم عندك 10 شهور وتبدأ تدخلها موسم التلقيح والانتاج. تمام؟ ده بالنسبة للنتاية. وافضل وقت ان شاء الله لموسم التلقيح، يعني افضل وقت تدخل فيه النعجة للكبش عشان يلقحها شهر 1 وشهر 5 وشهر 9 للحصول على اعلى معدلات خصوبة بالنسبة للنتاية وانتاج مواليد في المستقبل. افتح التكناوي